السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى أخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، ويا رب أشوفكم ظباط قد الدنيا. قبل ما أتكلم عن حلقة النهاردة، يا رب أتمنى من ربنا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتتابع أخوك. بص يا غالي، هتكلم في الموضوع النهاردة الأوراق المطلوبة عشان تقدم في الكلية الحربية أو كلية الشرطة. تمام، الأوراق المطلوبة، كل الأوراق اللي هتحتاجها من العيلة بتاعتك. تمام، هتكلم عنها دلوقتي في الفيديو ده، بس تشترك في القناة أهم حاجة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طلع معايا ورقه وقلم، تمام، واكتب اللي هقول لك عليه دلوقتي بالحرف الواحد، او احفظهم انت لو هتعرف تحفظهم بسرعه احفظهم. تمام، اول حاجه هتحتاج يا صاحبي قيود عائليه، 3 قيود عائليه. قيد عائلي للجد، قيد عائلي للجد للام، وقيد عائلي للجد للاب ادي 2، وقيد عائلي للاب ادي 3 قيود عائليه. تمام، سواء حربيه او شرطه. طب حربيه بتقبل التعذر؟ انا اتكلمت في الفيديو قبل كده اذا كانت حربيه بتقبل التعذر او لا. تمام، ممكن تتفرج عليه وتشوف الفيديو ده هيفيدك كتير، ده بتوع حربيه. طب كليه الشرطه برضو نفس الحال، نفس الطلب، 3 قيود عائليه. طب انت دلوقتي هتعمل تعذر، هل التعذر هيتقابل في الشرطه؟ برضو اتكلمت عن قيد عائلي في كليه الشرطه بيتقابل ومش هيتقابل، ولو مش هيتقابل هتعمل ايه مكانه. تمام، دي اول 3 حاجات لازم يكونوا جاهزين معاك، 3 قيود عائليه. تمام، هقولهم تاني: قيد عائلي للاب اللي هو انت وابوك واخواتك، قيد عائلي للجد للاب، عمامك عماتك جدك وجدتك، قيد عائلي للجد للام، خوالك خالاتك، جدك لام وستك لامك. تمام، ادي اول 3 حاجات. اكتب معايا كده برضو. رابع حاجه اقرار الذمه الماليه. اقرار الذمه الماليه دي موجوده فين؟ دي موجوده في البريد اللي هو البوسطه اللي انت تابع ليها، وممكن تشتريها من اي بوسطه، ولو ما لقيتهاش هتجيبها من كليه الشرطه، موجوده عادي هناك في السجل المدني بتاع كليه الشرطه. او انت مقدم حربيه هتلاقيها هناك برضو في السجل المدني الخاص بالكليه الحربيه، ولو مش موجوده هناك هتدور عليها في اي بوسطه عندك في البلد، الموضوع مش قصه يعني. دي رابع حاجه. خامس حاجه هتقدم بعد الثانويه، بعد الثانويه بس، يبقى هتجيب اصل شهاده الثانويه. لو هتقدم بعد الكليه يبقى هتجيب اصل شهاده الثانويه واصل شهاده الكليه. تمام. تمام. طب انت دلوقتي في كليات او في جامعات مش بتطلع الاصل بتاع الشهاده، دلوقتي هتجيب حاجه اسمها الافاده مؤقتا لحد ما يطلعوا الاصل بتاع شهاده الكليه. تمام. تمام. تامن حاجه هتجيب يا صاحبي صوره البطاقه وش وظهر وتكون ساريه. تمام. تمام. تاسع حاجه يا صاحبي هتجيب شهاده ميلاد اصليه مميكنه حديثه التخرج. تمام، حديثه الاصدار، هتطلع شهاده ميلاد جديده. تمام، حديثه الاصدار. دول يا صاحبي ال9 حاجات اللي انت تحتاجهم سواء شرطه او حربيه. تمام، ركز في الفيديو ده يا جماعه عشان الفيديو ده مهم خالص خالص خالص، وفي ناس كتير كلمتني عليه، فانا مش هينفع ان انا اتاخر مع حد. دول ال9 حاجات اللي انت في حاجه مهمه تانية، 10 حاجه، الحاجه العاشره الاخيره برضو هتجيب الممتلكات والمستندات. تمام، الخاصه بالوالد، اي حاجه، والوالده، اي حاجه هتدخل فلوس او هتدخل فوائد كل شهر هتجيب العقد بتاعها. لو مثلا والدك معها عماره او معاه شقه او اي حاجه بتجيب له ربح كل شهر، هتجيب عقد الشقه دي اذا كانت ايجار او تمليك على حسب. تمام، يعني والدك بيأجرها كده او ملكه بتجيبه. تمام، بس اي حاجه تدخل ربح كل شهر. لو والدك معاه مبلغ في البنك وديعه، تمام، بتدخله مثلا ربح كل شهر مثلا مبلغ، تمام، هتجيب اثبات من البنك بالمبلغ اللي مع والدك في البنك. تمام، دي 10 حاجه اللي هم المستندات والحيازات. تمام، لكن معاك حته والدك معاه حته ارض، تمام، تجيبها عادي. حته ارض مش بتدخل ربح بس باسم والدك، يعني الارض مش بتدخل ربح عادي، طول ما هي اي حاجه باسم والدك تجيبها. تمام. تمام، دول 10 حاجات اللي قلت لك عليهم، الاوراق المطلوبه للملف الكليه الحربيه او كليه الشرطه، ال10 حاجات دول بس. تمام، ايه اللي هتحتاجه من العيله بتاعتك؟ انت دلوقتي هتحتاج ايه من عيلتك عشان تقدم في كليه الشرطه او الكليه الحربيه؟ تمام، هو ده الموضوع الصعب وهو ده الموضوع المهم خالص خالص خالص. تمام، في ناس كتير مش عايزه تعرف اهلها او مش عايزه تعرف عيلتها. تمام، بس غصب عنك لازم يعرفوا. لو انت عادي معاك مفيش اي مشاكل تقدر تجيبهم عادي. لكن واحد مثلا زي انا مش عايز العيله تعرف، هتعمل ايه بقى؟ هروح السجل المدني وهطلب منه كذا وكذا 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 وكذا، بس لازم يكون معايا حد هناك عشان ابقى صريح معاك، لان برضو في السجل المدني لو ما كانش معاك حد ممكن ما يفيدكش بده كله، يقول لك انا ماليش دعوه. الا بقى لو انت هتكلف نفسك شويه، تمام، وتجيب بقى شهاده ميلاد لاي حد انت عايزه. يعني انت دلوقتي محتاج مثلا عمامك 5 معاك منه واحد بس، هتطلع 4 شهادات ميلاد للباقي لعمامك. تمام، طب انت هتحتاج ايه من عمامك وعماتك وخلانك وخالاتك وابن العم وابن العمه
وابن الخال وابن الخاله، بنت العم بنت العمه، بنت الخال بنت الخاله، زوجة ابن العم زوجة ابن الخاله، زوج بنت العم زوج بنت الخاله. ده كلهم الاربع درجات اللي انت هتحتاجهم. فهمتم؟ اكتبهم معايا كده، طلع ورقه وقلم برضو واكتب معايا في خط كده، اعمل خط واكتب بقى اللي هقولك معايا الحاجات اللي انت هتحتاجها. ابوك، امك، اخواتك، جدك لامك، جدتك لامك، جدك لابوك، جدتك لابوك. دول اول حاجات. تمام؟ الدرجه الاولى. خش بعد كده هتحتاج ايه من تحت؟ زوجة اخواتك، زوجة اخواتك، ماشي. زوجات اسمه ده هوت زوج اختك، لو اختك معاك اخته كده ومتجوزها هتجيب بنات زوجها، ماشي. عمامك وزواجهم وعيالهم، عمتك وزوجها وعيالها، خالتك وزوجها وعيالها، خالك وزوجته وعياله. تمام؟ عيالهم دول بقى لو متجوزين هتجيب كل حاجه هقول لك عليها دلوقتي لعيالهم، لزواجهم. يعني انت دلوقتي عندك بنت عمك متجوزه بنت عمك، هتجيب بيانات زوجها. طب ايه هي بيانات يا طارق اللي انت تحتاجها؟ بص يا اخويا، البيانات اللي هقول لك عليها دلوقتي تكتبها بقى، طلع ورقه وقلم برضه واكتب معايا عشان ما تنساهمش. اول حاجه الرقم القومي، بعد كده تاريخ الميلاد، تمام، بعد كده جهة العمل، بعد كده الوظيفة، بعد كده المؤهل، بعد كده المكان اللي هو ساكن فيه حاليا. تمام؟ بعد كده تحتاج اسم الزوجة او اسم الزوج، وهتحتاج فيهم الست حاجات دول: جهة العمل والوظيفة والمؤهل والرقم القومي وتاريخ الميلاد والمكان اللي هو ساكن فيه حاليا. تمام يا صاحبي؟ الست حاجات دول هم اللي هتحتاجهم معاك، ماشي. عمك، عمتك، خالك، خالتك، بنت عمك، ابن عمتك، ابن عمك، بنت خالتك، ابن خالتك. تمام؟ كل اللي انا قلت لك عليه دلوقتي ده كله هو اللي انت هتحتاجه، ماشي. هم دول الاوراق المطلوبه كلها من عمامك وعماتك. لو انت عرفت تجيب صور بطايقهم ماشي، كل اللي انت تحتاجه ده صور بطايق وريح دماغك. لو جبت صوره البطاقه تعرف كل حاجه موجوده في البطاقه. تمام؟ بس اهم حاجه تعرف المكان اللي ساكن فيه حاليا، ما تكتبليش مكان موجود في البطاقه بس هو مش ساكن فيه. ممكن هو كاتب في البطاقه مثلا ساكن في كذا لكن هو حاليا مش مقيم في المكان ده، لا، اكتب المكان اللي هو مقيم فيه حاليا. تمام؟ الوظيفه لو هو بيعمل في الخارج او في السعوديه اكتب الوظيفه اللي هو شغال فيها في السعوديه ايه. محاسب تكتب محاسب بشركه كذا. تمام؟ موظف بالسعوديه مثلا عامل تكتب عامل بشركه كذا بالسعوديه. تمام؟ الحاجات دي مهمه خالص. مفيش حاجه هناك اسمها اعمال حره سواء شرطه او حربيه، الاعمال الحره دي مش موجوده. لو خلك نجاش تكتب نجاش، مبيض محاره تكتب مبيض محاره، معاه سوبر ماركت يعمل لدى سوبر ماركت كده. ده يا جدعان كل الاوراق المطلوبه اللي هتحتاجه من عيلتك كلها. تمام؟ ما فيهاش اي مشاكل، ما فيهاش اي حاجه صعبه خالص. تمام؟ وقلت لك في الاول الاوراق اللي هتحتاجها تمام لملف كليه الشرطه او كليه حربيه. الملف نفسه هم ملفين: ملف كليه الشرطه، اول ملف دهوت اللي هو هتسلم فيه الاوراق المطلوبه اللي قلت لك عليها في الاول. لكن في حاجه اسمها بعد كده وثيقه التعارف اللي انا نزلت لك ليها فيديو قبل كده برضو. وثيقه التعارف دي برضو فيها كل حاجه. وثيقه التعارف هي اللي فيها 6 بيانات اللي قلت لك عليهم دول. تمام؟ الرقم القومي وجهة العمل وتاريخ الميلاد والحاجات اللي انا قلت لك عليها دي موجوده في وثيقه التعارف، ماشي. فانت هتحتاجهم بالتفصيل هتحتاج الاوراق اللي انا قلت لك عليها دي كلها عشان خاطر تملى وثيقه التعارف وعشان تسلم به ملف كليه الشرطه او كليه حربيه. فانت اللي تجهزه ايه من دلوقتي؟ تجهز يا صاحبي القيود العائليه، دي اهم حاجه تجهزها من دلوقتي لكليه الشرطه عشان فيها تعذرات. لو هتعمل تعذر تلحق تعمل القيود العائليه زي ما انا شرحت لك في الفيديو قبل كده، اتفرج عليها عشان تعرف تستفاد كويس. تمام؟ دي حلقه النهارده يا رجاله، يا رب تكون عجبتكم يا رب. اتمنى من ربنا تعملوا اشتراك ولايك وتفعل زر الجرس، وبعتذر بجد على التاخير، وبعتذر ان انا طولت في الفيديو، بس والله العظيم الحلقه دي مهمه جدا 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 للناس اللي سالتني عليها، وناس كتير هتستفاد منها الحلقه دي بجد، عشان اصلا دي يعتبر اساس الموضوع او اساس اي حاجه انت راح تقدم فيها، انك انت تكون مجهز للحاجات دي. تمام؟ عشان خاطر لو في خلافات مع عيلتك مع اي حد ومفيش حد عايز يخدمك، بالتالي تقدر انت تجهز الاوراق المطلوبه من دلوقتي. تمام؟ اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تحياتي ليكم، طارق البدري.